السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي كويزين شرازات ديزات. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم ديول، وصفه سهله وبسيطه وانايا معتمدتها عندي شحال ما حبيتش كامل نبدلها. سهله تم ديريها كي تكوني تحطي الشوربه ديالك فوق النار، ما تجي طيب الشوربه تاعك تكوني كملتيها. يلا نروح نشوفوا المقادير كيفية التحضير. قبل كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للديول ديالنا عندنا كاس سميد وكاس ونص سميد ونص كاس فارينة. هاوليك السميد تاعنا، عندنا كاس وعندنا نص كاس سميد ونص كاس فارينة. الفارينة لهنايا علاش درناها؟ كي يكون السميد تاعك عيان ولا يكون شويه ما عجبكش، كي تزيدي الفارينه هي اللي تحسن لك هذاك السميد. وعندنا ملح ومغرفه زيت، كي نكملوه كامل في الاخر نزيدو مغرفه زيت. هذه مغرفه زيت باه الديول تاعنا ما يتشققش وما يلصقش. نبداو بسم الله. عندنا كاس سميد وعندنا نص كاس سميد هنا ونص كاس فارينه، وعندنا كاس ونص ماء. هاوليك الكاس وهاوليك نص كاس. لهنايا في هذه المرحله نديرو كاس ونشوفوا، والنص كي نديرو الكاس نشوفوا لا نزيدو اكثر من النص ولا لا. نديرو الملح تاعنا واللي تحب ديرو بيدها ديرو بيدها. نبداو بسم الله. لهنايا في هذه المرحله السميد تاعك شغل راكي تدير كيفيه. هاوليك هكذايا شغل راكي تدير كيفيه. لهنايا نزيدو الماء، واللي ما عندهاش اشوار دير بالميكسور، اللي ما عندهاش ميكسور دير بيدها بالطاس تاع الجو. وين درتيه يصلح لك، حتى بيدك تقدري ديريه. تبقاي تديك في ديك العجينه حتى تشوفيها ندلكت، تبقاي تزيدي في الماء كيما البغرير. هنايا نزيدو في هذه المرحله. دوكاتي كي نشوفوه تخدم نشوفوا لا نزيدو الماء ولا ما نزيدوش، خاطر كاين السميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. لا صبنا تاع السميد تاعنا يشرب نزيدو له شويه ماء، نلحقو حتى 2 كيسان. وإلا لقيناه وإلا عاد ما يشربش كاس ونص يكفينا. شوفوا لهنايا هاوليك كيفاش ولا. لهنايا لازم نزيدو الماء، يتسمى كاس ونص ما كفاناش، نزيدو نص كاس واحد اخر باش نجوب بالعبر سوا باش تشوفوا شحال سحقينا الماء. نزيد انايا هاوليك نبقاو نخلطو فيه ونشوفوا ونزيدو في الماء بالعقل. يعني انا هذه الوصفه معتمدتها ومجربتها، ما حبيتش كامل نبدلها. قد ما سيت واحد اخر ديول واحد اخر جاتني هذه سهله تم نكملها. نزيدو لهنايا الماء نشوفوا شحال سحقينا. نقعدو نزيدو بالعقل باش ما يفوتناش. هنايا نخبطو غير هكذا بالعقل. نكملو. هنا كملنا النص كامل. وهذه العجينه تاع الديول لازم تخليها ترتاح على الاقل 4 ساعة باش تبداي تخدمي بها، باسكو تكون عيات من الضريب لازم ترتاح. هاي كيفاش جات العجينه تاعنا، كيفاش جات. لهنايا انايا نخليها ترتاح
ونولوا نشوف باش نشوفوا كيفاش نطيبوا الديول تاعنا. كيف انا ولينا بعد ما ارتاحت العجينه تاعنا، عندنا مقله هاديه، واللي ما عندوش مقله يقدر يدير سنيوه، يدير كسرونه تغلي بالماء ويقلب السنيوه ويدير عليها، واللي عنده هذه المقله هاديه يدير بهذه المقله. هاي العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت، في هذه المرحله ندير لها مغرف زيت. في هذه المرحله نزيدو مغرف زيت. هذه المغرف زيت هي اللي حد ما تخليش هذاك الديول تاعنا يتشقق وما يلصقش. هيا ويجيك شباب. بسم الله نبداو. عندنا بانسو نديرو هكذايا، المبتدئه ما تخافش كامل بس تخدمي هاكي دايراتو، ما كيش دايره المقله على النار جيغات، هاكي تخدمي وتعاودي. هاوليك ما تفوتك ما والو، بس المقله تاعك راهي عاليه على النار. وين تشوفي ما درتيش عاودي المره الدوزيام، عاودي ما تخافيش. هاوليك كيفاش ها ويجوا يعني صدقوني يجوا ما شاء الله. انا مجربتهم عندي سنين وانا ندير فيهم. هاي ليك الحبه تاعنا. في هذه المرحله نخلوها تنشف. كي تنشف هي وحدها تترفد منايا من الطرف. واللي يدها خفيفه ديرها على النار، تنقص النار ودير المقله تاعها وطيب. بصح انايا ننصحكم بهذه الطريقه خير. هذه الطريقه ما تفوتك الحبه، ما بلاصه يجيك فيه وبلاصه ما يجيك ما فيهش، تجي يعني تخدمي خدمه نقيه وتخدمي في غردك. هاي ليك كيفاش ترفدت. هاي ليك الحبه ديالي، هاي ليك، هاي ليك. نزيدو حبه واحده اخرى. هاي ليك تعاودي. وكي يطيبوا ما حطي الحبه كيما خدمتيها هكذايا كيما راهي، حطيها وحطي فوقها خطها باش ما تلصقلكش. الجهه الناشفه دائما هذه الفوقانيه دائما تكون للفوق، وهذه اللي من تحت تكون للتحت باه ما تلصقلكش في بعضها. وكي تخدمي لازم تغطيها، والماء يكون لازم يغلي باش يطيبوا لك شابين. ولا هنايا في الاطراف ديري وعاودي. هاي ديك الحبه دوكا خليها تنشف. كي تنشف وحدها من نايا ترفد روحها، تعرفي الحبه تاعك طابت. هاي اللي طابت. هاي كيفاش تجي. نحطوها هكذايا كيما راهي نحطوها ونزيدو عليها خطها. نزيد معاكم حبه. وكل ما تخدمي تتحركي، كل ما تجي تخدمي تحركي العجينه ديالك لهنايا. ها هي تضربي وتعاودي، ما تزربك ما والو. تخدمي في غردك خير من تكوني دايرتها فوق النار. هاي ليك ما تفوتك ما والو. بلايص اللي تشوفيهم ناشفين عاودي فوقهم. ها هي هنايا عاودي. هاي ليك دائما كي تشوفيها ترفدت منا من الطرف عرفي بلي الحبه تاعك طابت. انا هنا مازال ما طابتش. دوكا وحدها تنشف. كي تنشف وحدها ترفد روحها تعرفيها بلي حبتك طابت. ها هي ترفدت. ها ليك
انا نروح نكمل كامل الديول ديالي ونجو نشوفوهم. هام الديول ديالنا بعد ما وجدوا، هام كيفاش جاو. وصفه ناجحه 100% واقتصاديه، وان شاء الله نتمناو تسييهم ويعجبكم الفيديو. هام ليك، هام وصفه اقتصاديه، وان شاء الله تعجبكم الوصفه ويعجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جدد في فيديو جديد. الى اللقاء، مع السلامه.